حلمي أنا أطوف حوالي الكعبة بيدي. شوفوا عضلاتي. والصلاة والسلام على رسول الله. والله اني فرحان اني اسلم عليك. اي والله الله يحفظك قلبي. أكيد كنت متوقعين إني بدخل على كرسي متحرك، لا، لأني دائما أحب أمشي على يدي. الله أنعم علي بنعم كثيرة، منها قوة يدي. أحب أحس بنعم الله علي. أدير شركة خاصة بالآيس كريم فيها 60 موظف. أصبحت والحمد لله محاضر في الجامعات والمؤتمرات والمدارس، وأصغر متحدث في الأمم المتحدة. حصلت على جوائز وألقاب عديدة، كرمت من حكام وقادات دول كثيرة. أنا سفير النوايا الحسنة وسفير فخري للكثير من الجهات الرسمية في الدولة. أصبحت والحمد لله ملهم ومؤثر لملايين البشر على برامج التواصل الاجتماعي. الحية، السمكة، الضفدع، هذه ألقاب ينادوني فيها الأطفال لما كنت أحمل لعب معهم. نظرة الاستغراب والفضول والشفقة والسخرية في كل مكان أروح له. صالحت مع جسمي، صالحت مع شكلي، وبفضل من الله وصلت إلى قناعة إن سبحانه وتعالى خلقني في أحسن تقويم. تقبلت جسمي وأحمد الله عليه. لا مستحيل بالعزيمة والإصرار، وغانم المفتاح تحدى المستحيل. تعلمت أن الحياة تحترم أصحاب الهمم وليس الكسالى والخاملين. وكلهم والله يعني كلهم لعبوا زين والله. الحمد لله. دفاع، حرس، حارس. غانم، شفنا التقرير اللي قاعد يتكلم عن انك انت ودك تصير طبيب وطبيب عظام. ليش؟ عمي في مقولة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. وأنا بالنسبة لي هالمقولة غلط، لأن الإنسان يقدر يعطي، بس يعطي إذا بإيمانه بالله قوي واثق من نفسه يقدر يعطي. وأنا قررت أصير طبيب عظام لأن أحب أساعد الناس في شيء أنا فاقده. أحب أشوف الناس في أحسن صحة. وأنا فاقد لي 3/4 من جسمي وما عندي عظام، وسمي أختي متلازمة التراجع الذيلي، وهي من أنذر الإعاقات في العالم. فاقد لي رجلي وحوضي ونص عمود فقري. نص العمود الفقري؟ نعم. ونص ضلوعي والباقي مشوح. والحمد لله، وأنا أقدر أنام مثلكم على ظهري، وأنا أقدر إني أكل مثلكم. لازم أتعلق عشان الأكل يقدر ينزل. تعلق؟ أيه. ترفع نفسك؟ لا ممكن أراويكم بعد الحركة. أي شي يعني فرضا هاي الطاولة. أي أتعلق ها علشان تاكل. أي عشان الأكل يقدر ينزل. الطلبة يطالعوني باستغراب، ما يبون يلعبون معاي، يعلقون علي، يتدبرون علي. حسيت إني كائن غريب. أرجع البيت أصيح، أشتكي لأمي، أقول روحي هوشيهم، طقيهم. أمي ما راح تهوشتهم أو طقتهم. أمي علمتني إن تغيير كل الناس علشاني أمر مستحيل، والحل إني أتغير بالداخل وأتقبل نفسي. الأسد يقدر يعيش في القفص؟ ما يقدر يعيش في القفص. يعيش في الغابة. أنا أسد. والغابة كبيرة. كل هذه الدروس تعلمتها من أم عظيمة وأب عظيم، وأدعو الله إني أكون محفز لكل بائس. يا أخي ليش أهل الخليج يحبونك أكثر منا كلنا؟ إذا الله حب الشخص الناس حبه. أيوة. والله وأنا أحبهم وايد. إنك أنت تخجل من إعاقتك أو هلك يخجلون منها، أنا بصراحة أشوفها أكبر إعاقة. شكرا لكم، أمتكم الله.